متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دندشة في العلاقات مع فضيلة الدكتور أنبو تلفاز. أستاذ الفاضل، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أشكرك على الدعوة وعلى الاستضافة أستاذ عبد الغني. إن شاء الله رب تكونوا بخير أنتم والجمهور الكريم. الله يجازيك. الله يجزيك. أستاذ الفاضل، غالبا ما تتكرر أمام مسامعنا عبارة إن لنفسك عليك حق، ومع هذا نهجر علاقتنا بأنفسنا ولا نبنيها، بل ونجد أن الأغلبية له خطاب سلبي هدام مع نفسه، بل وهو عدو نفسه. وبالمقابل نجد من يستمتع بالاتزان والتناغم الداخلي. أستاذ الفاضل، علاش حنا نتخبطوا في مشاكل واضطرابات مع أنفسنا؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤال هذا كبير جدا، لأن أسباب التخبط والمشاكل والاضطرابات مع النفس أسبابها عديدة، وتبدأ مع أولى سنوات التربية، حيث من المفروض يعني نقدروا نقولوا باللي واحد من الأسباب الكبيرة هو التربية اللي فيها خلل، ولا اللي تربية سيئة، تربية خاطئة، تربية فيها خلل. هذا باش نعمه هذه التربية، لأنه المفروض من التربية أنها تزيد تطور الاستعدادات نتاع الإنسان وتزود الطفل هذا بمجموعة عادات تتعلق بمختلف الجوانب، اللي هي الجانب الروحي، الجانب الوظيفي، الجانب العقلي، كيفاش يستعمل مخه، كيفاش يستعمل مختلف الأجهزة ديالو، الجهاز العاطفي، الجهاز العقلي، الجهاز النفسي، الجهاز الجسدي، الجهاز الجنسي، كيفاش يستعمل مختلف الأجهزة. كم من المفروض كما اللي يجب أن يفعل، أو كما اللي قال له ربي سبحانه وتعالى. فهذه هي التربية. ولكن نشوفوا باللي مع غياب هذه الرؤية الواضحة وغياب هذا التصور العام للتربية، ما الذي سيحدث؟ يعني ستتأسس بعض العادات السلبية والانحراف عن الطريق الصحيح بين المربي والمتلقي لهذه التربية. تمام؟ فمثلا نصيبوا باللي كثير من الناس يكرر الأسلوب التربوي اللي يتكرر عليه. علاش؟ لأنه ما عندوش مشروع تربوي يخليه يعمل قطيعة مع كل ما هو خاطئ في الماضي، وينطلق من جديد باش يبني هذا الذات اللي ولا هذا النفس اللي راها ماشي تقابل التحديات في الدنيا وفي الحياة، وتنجح في الدنيا وفي الآخرة. فتقريبا الأسباب متعددة وكبيرة، نقدروا نجملوها في أولا المحطة الأولى وهي الخلل الذي يحدث في التربية. المحطة الثانية هي عدم امتلاك طرق صحيحة في التفكير وفي التحليل اللي هما هذه المهارات الأساسية بين المفروض يكسبهم الإنسان من التربية، اللي تخلي الإنسان يعيد تربية ذاته من جديد في فترة المراهقة، لما ينطلق مثلا بوحده ولا مرحلة الشباب، يعاود يصحح العلاقة بينه وبين ما هو حواليه، في يدير التفاعل بشكل جيد، كيف يفهم الحياة، كيف يفهم الواقع، كيف ينظر إليه، كيف يحلله، وبالتالي كيف يتخذ القرارات التي تسمح له بالنجاح في هذه الحياة. ثم سيكون يكون واحد التفاعل وأخذ من الحياة اليومية وإفراز النتائج فيها. شحال ما يكونوش منظمين ويكونش عندنا ادوات صحيحه كما التفكير الناقد على راسها التفكير السليم والتفكير الناقد، ستتفرق بين السبل، والنتيجه يعني كارثيه. النتيجه مجموعه من الاضطرابات، اضطرابات في الشخصيه، اضطرابات عقليه، ممكن اضطرابات سلوكيه، مجموعه الانحرافات. خلاصه الامر الانسان غير صالح ولا مصلح في مجتمعات لهذا الدرجة أستاذ؟ طبعا لهذه الدرجة. المشاكل النفسية، بعض الدراسات تثبت أنها دراسات محترمة على كل حال، على مدار 9 سنوات تقريبا، في عالم أمريكي لا أذكر اسمه، يقول باللي سبب كل الانحرافات في الشخصية نقص الثقة بالنفس. أوف. نعم، والاضطراب الذي يحدث في الثقة بالنفس.
لأن الثقة بالنفس تسمح لك بمعرفة ذاتك ورسم هذه الحدود التي ستضمن لك تفاعل صحيح مع البيئة ديالك اللي عايش فيها. وهل يوجد أستاذ الفاضل فرق بين التقدير الذات والثقة بالنفس؟ مجرد اختلاف التسمية فقط. فقط. نعم. جميل، يعطيك مجرد اختلاف التسمية. هو الصحيح هو تقدير الذات، هو تقدير الذات الاستيم دو سوا، سيلف استيم، اللي هو لعلنا نتحدثوا عليه شي نهار بوحده لأنه موضوع كبير. إن شاء الله أستاذ، إن شاء الله ماذا بينا نعم. نستفادوا منك. الله يبارك. أستاذي، في هذه الحالة كيفاش نقدروا نحسنوا علاقتنا مع أنفسنا؟ هل يوجد خطوات بالسيف لازم نعالجوا؟ ماذا نفعل؟ لا ممكن ما يوصلش الأمر للعلاج، وممكن يحتاج علاج على حسب التشخيص اللي يعمله المختص. لأن الحل هو تحسين العلاقة مع أنفسنا، هي أننا نطوروا ولا نحسنوا من تقدير الذات ديالنا، تقدير ذواتنا. تقدير الذات فيه شقين كبيرين. أولا نظرتي لما أملك من صفات، من قدرات، من مهارات، من علاقات، من الكثير من الأشياء. تمام؟ إذا نظرتي لما أملك، هذا الشق الأول الكبير في تقدير الذات. والشق الثاني الكبير هو طريقة تقييمي لما أملكه فعلا. هذا المنطق. كيف أستاذ؟ ممكن تسمعنا أمثلة؟ يعني كاين إنسان اللي مثلا صحيح، ولكن هذه الصحة هذه يشوفها صحيح، يعني ليس سقيم خالي من الأمراض. الحمد لله صحيح، يمتلك بنية جسدية قوية، هذا مفهوم. لا، هذا خالي من الأمراض، ما عنده حتى مرض، صحيح له صحة جيدة تمام. هذا الإنسان كي تهضر ما مقيمش أصلا هذه الصحة، ما مقيم عادي. كي تهضر معاه تقول له ما شاء الله عليك أنت صحيح، وشحال ما مشيتش للطبيب، ولا عمرك ما مشيت للطبيب ولا كذا، يقول لك ايوا عندنا صحاح. هو دوك راه عارف اللي صحيح، بصح ما يقيمش هذه النعمة الكبيرة، ولا هذه المهارة الكبيرة، ولا هذه القدرة الكبيرة، ولا هذه الصفة الكبيرة، ما يقيمهاش كما ينبغي. الأثر المباشر لعدم التقييم أو التقييم الخاطئ أو سوء التقييم وتقدير ما أملك، واسمه هو كيفاش يستثمرها بشكل مناسب. لن يستثمرها بشكل مناسب إذا كان ما يعرفهاش، إذا كان ما يقيمهاش نيشان، حتى نهار اللي تمشي له صحته. طبعا هذا هو السيء في الأمر. نعم. أستاذ المحترم، هناك سؤال يقول لك كيف نصل إلى الاتزان الداخلي؟ جميل. الاتزان، أنا في تقديري هنا ممكن نتكلم على اتزان داخلي واتزان خارجي، ولكن نتكلم على الاتزان عموما. الاتزان هو كل إنسان عنده ما يدفعه إلى الفعل، وعنده في نفس الوقت ما يمنعه من الفعل، على اختلاف التخصصات أو المذاهب النفسية والاجتماعية والفكرية. يقول لك كي يسميها صراع الأجزاء، فالإنسان يعاني من صراع الأجزاء. أنا في تقديري يتعدى الأمر صراع الأجزاء في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، لأنه حسب قرآننا الكريم يقول باللي النفس توجد فيها نفس لوامة، وتوجد فيها نفس أمارة بالسوء، تمام؟ وتوجد النفس اللي هي الراضية هذه والمرضية، تمام؟ اللي متزنة، والتي ننشد أو نهدف إلى الوصول إليها، تمام؟ فأنا في تقديري لا يوجد فقط صراع. هذا كلام أنا بجتهد فيه هكذا على حسب ما اطلعت وقرأت، ومخصوص بزاف من الأبحاث التي تدعمه. يتعدى الأمر صراع الأجزاء إلى صراع الأنفس المتواجدة بين أذني أو بين أضلاع الإنسان، تمام؟ لأننا ما نعرفوش مكانها فين جاي بالضبط، ما نعرفوش النفس يعني مكانها العقل، مكانها القلب، مكانها مكان آخر، ما احناش عارفين. النفس موجودة في الإنسان. أتمنى أستاذ أن نخصص حصة للتكلم عن النفس والروح والشخصية والذات إذا أمكن أستاذ. بإذن الله تعالى، بإذن الله. نعم على بركة الله، نبرمجوه إن شاء الله ونتكلموا عليها. إذا أستاذ قلنا من الأسباب من اضطراب الشخصية تبدأ من التربية. نعم. وثاني نقطة قلنا أن كل الاضطرابات النفسية تأتي من الثقة بالنفس. نعم. وبالتالي أستاذ
وبالتالي التربية التي تمنح ثقة بالنفس ستحقق نوع من الاتزان الداخلي والخارجي، إضافة إلى الثقة بالنفس ليست كافية في تقديري في التربية فيما يتعلق بالتربية أو مجموع الاضطرابات، وإنما يلزمنا نتعلم العادات نتاع التواصل، إدارة التفاعلات الاجتماعية من حولنا. الإنسان يقضي أكثر من 70% من وقته في التواصل وما يتعلمش كيفاش يتواصل، مشكلة كبيرة. مع العلم أن العلاقات وما يترتب عنها من ضغوطات هي أسوأ أنواع الضغوطات. العلاقات تضغط بشكل رهيب عموما، في على خاطر كاين العلاقات وكاين المال أو الماديات، تمام، وكاين الوقت. واحد من أقوى الأشياء اللي تضغط حياة الإنسان هي العلاقات. صح. حتى الناس نشوفوا اللي عنده بزاف المشاكل نشوفوا يسهى بزاف، طبعا هذه نتائجها. ولا نشوفوا مثلا يتمشى في الطريق يهضر مع راسو نعم بلا نعل. نعم نعم. لذلك اليوم النجاح يرتكز بشكل كبير على إعداد أو امتلاك شبكة علاقات داعمة، هكذا تسمى علميا، شبكة علاقات داعمة. إذن ليس أي نوع من العلاقات، يجب أن تكون شبكة تشبيك. مفهوم الريزوتاج، هذا المفهوم تاع الريزوتاج إيه؟ يجب يكون كاين تشبيك، انك انت تعرف غير واحد ما يكفيش، وانما تعرف مجموعه تاع الناس، وهذه العلاقات تكون داعمه تدعمك. داكور، تذكرك بربي في الجانب الروحي، تدعمك ماديا، تدعمك معنويا، توقف معك، تفهمك، تسمع لك بهذا المنطق. اصلا هي واحده من الاشياء التي تعالج بفعاليه ليس لها مثيل اصحاب الاكتئاب. اوف. اصحاب الاكتئاب ضروري تكون عندهم شبكه علاقات داعمه، خوفوا يخرجوا من الاكتئاب مهما كان انواعه بانواعه الثلاث. يعطيك الصحة والسعادة وبارك الله فيك المعلومات الله القيمة. يجزيك بخير. متابعينا الكرام، إن شاء الله نلقاكم في الحصة القادمة مع فضيلة الدكتور والمستشار عن بوتلفاس. كنت مع المدرب شامي عبد الغني. دمتم في رعاية الله. واحد.